السلام عليكم. الترجي الذي التونسي اليوم عرف من أين تؤكل الكتف. انتصار الواقعية، زوز أهداف مقابل صفر ضد شبيبة العمران. الترجي رجع لسكة الانتصارات ورجع لسكة لي فيكتوار. الترجي تويكا على بعد زوز نقاط بركة من ساحب التاليعة الملعب التونسي والنادي الافريقي اللي سكور نتاع مقابلة البارح وفاه بين البقلاوي والكلوب واحد بلاش للبقلاوي. نرجعوا نطرحوا اليوم تاع الترجي اللي انتصر بواقعيه حسب ما شفت وحسب ما ريت. كي نجيو نشوفوا المقابله جلوبالمون الترجي خلق فوليوم دو جو، لكن مش فوليوم دو جو كبير اللي يستنى فيه جمهور الترجي الرياضي التونسي. مازالت الامور ماهيش 100% مع ريجي كامب. نشوفوا في المنهج اللي ماخذ المدرب نفس هجومي في عمق الدفاع نتاع المنافس، الضغط العالي، البريس. اي ملاعب من العمران شفناه اليوم يشدوا الكره تلقى ملاعبي من الترجي ماشي يجري باش يفك الكره، فما تغطيه والكوفرتور موجوده على صاحبه اللي مشى يفك في الكره. ونشوف العمران تخسر الكره وتعاود تتفك من الترجي الذي التونسي، وديما في الدوزيام بال الترجي ديما موجود، سواء او لو يفك الكره والا تطيح الكره عند حسام اتقى. شفنا الترجي بستيل اخر في الغيابات اللي عنده البلالي ما كورش، ساس ما كورش، مريح مضروب، وشفنا زاد حضور بدني ممتاز للترجي الذي التونسي في المقابله هذه. الترجي ربح زوز بلاش، لكن مازالت الامور ماهيش يعني مريقله 100%. علاش؟ الترجي صحيح قاعد يخلق في الفرص، صحيح قاعد يخلق في نوعيه لعب جديده. ريجي كاب نعرفوه يحب يلعب لاتاك، يحب يلعب لوفونسيف، ما يحبش ترجيع الكره التالي. وشفنا بامال دو فوا على لينو دو تور شفنا ريجي كاب يلعب بدي كاي على ترجيع الكره التالي، يحب الكره ديما تدور وديما طالعه القدام. على ذاك شفنا التغييرات اللي صارت، شفنا يعني بن علي نعرفوه يطلع برشا كيف زاد. شفنا لاري العزوني هبط في المقابله نتاع اليوم، نعرفوه لاري اوفونسيف اكثر منه دفاعي. الترجي ماشي في ثنيه باهي، صحيح ماهيش بارفي، ماهيش يعني تيران لا تشكر لا تذم، لكن بالموجود وبالاصابات وبالوقت وبالشيء اللي صار في الترجي التونسي في اخر المده هذه الكل، نشوفوا انه الترجي اليوم ربح بالواقعيه وبالخبره نتاعو. الترجي قاعده تتحسن، هذه حاجه مبشره بالخير. الترجي قاعده تلعب في اللاتاك، هذه حاجه باهيه زاده اللي المدرب جديد قاعد يخلق في اساليب جديده نتاع لعب وفي ديزاتو جدد نتاع لعب على الاختراق على الجناب من وسط الميدان. شوفوا ملاعبيه وسط الميدان يهدوا كما كوناتي برشا مرات خذ الكوره ومشى وعمل مارشة كبيره بالكوره وفسخ ملاعبيه وجاب الكوره وجاب الخطر. كيف زاد شفنا اتقاء اللي عاون الدفاع اكثر من اللي عاون الهجوم. شفنا زاد اولو اللي اكتفى بالادوار الدفاعيه، وما شفناش اولو الزين نتاع المرات اللي فاتت نتاع المقابلات اللي فاتت. شفنا اولو ياخذ كوره يديجاجيها ويخرجها ديريكت كوره نظيفه. في الافتكاك الترجي استحوذ على منطقه وسط الميدان، شفنا الترجي تكور وشبيبة العمران مطيحة البلوك وتلعب على الكونتو وتلعب 10 التالي. الفرص اللي جات للترجي التونسي تجسمت منها زوز اهداف، لكن كان الترجي ينجم يعمل احسن مما كان واحسن من الشيء اللي صار في مقابله اليوم. ما نلوموش برشا على الملاعبيه، نعرفوا الظرف، نعرفوا الاصابات، نعرفوا الاجواء العامه نتاع الدوري التونسي، وخاصه البريود اللي تعدت بها الترجي التونسي الخايبه. تويكا نفسر رجع للملاعبيه، الموتيفاسيون موجوده. الترجي تو تنجم تخدم بأريحية مع ريجي كامب، ينجم يحضر للمقابلة القادمة ويحضر لدوري أبطال إفريقيا اللي هي أهم حاجة بالنسبة لجمهور الترجي التونسي والمكشخين الكل. الترجي شويه صبر من جمهور الترجي تمشي الترجي كما يحبها الجمهور. شفنا عوده الكورفاسول للمقابله الثانيه على التوالي اللي ساهمت في التشجيع وساهمت يعني في المقابله نتاع اليوم، واعطت اجواء منعشه في ملعب رادس رغم صعوبه المقابله اللي نعتبرها مقابله صعيبه ضد العمران. خاصه معروف العمران في 3 ماتشات الاخرانيين عمل 3 تعادلات، يعني ستيل باش يلعب به لطفي القادري باين انه باش يلعب البلوك الطايح باش يسكر المنافذ على الاجنحه اللي كانت ناشطه برشا، سواء لعب معشة سواء لعب موكوينا وبعديك موكوينا ولا على اليسار كي خرج بوغير اللي ما شفناهوش كيما يلزم، ما شفناش بوغير تتحرك كيما كان في الاولمبي البيجي. خلينا نقولوا ما نقولوش في اول بداياته مع الترجي التونسي كان يرجع
بوقرة ب 70% ولا ب 80% من اللي كان بيه في الاولمبي، باجي نشوفوا بوقرة اخر في الترجي ونشوفوا مسانده كبيره، خاصه انه الملاعبي تويكا نحسوا انه مش قاعد يقدم في الاضافه الكبيره للترجي، والا الاضافه اللي يستنى فيها جمهور الترجي ولا المدرب مش قاعد يستغل فيها، خاصه انه جاته فرصه من ذهاب تويكا لتعويض يوسف البليلي المصاب، لكنه في مقابله كما اليوم ما استغلهاش على النحو الامثل. الترجي ماشيه في السيكل نتاع فيكتوار، الترجي ماشيه وتتصلح، الترجي ماشيه وتتحسن، الترجي ماشيه وتبني في منظومه هجوميه ممتازه، خاصه كي يعود عندك ليزاتو نحكيو على قوسين 10 ملاعبي كيما هذايا يعمل الفارق بالتوغلات وبالتكنيك اللي عنده بالليجيست انديفيديوال. حتى لي كوفرون شفناه شات كوفرون شويه بركه اللي دخلت الكره للكاج نتاع منتصر السيد، لكن الملاعب هذا بالوقت وبالماتشوات باش يوري العجب للترجي الرياضي التونسي، خاصه في الوقت اللي الترجي مستحق الكل ملاعبيه في مسابقه افريقيه. لازم الترجي التونسي بالافكتيف الموجود وبالافكتيف اللي عنده لازم يهز، خاصه انه وصل الفينال عملناه الكونفيرماسيون السنه. لازم جمهور الترجي والناس الكل طالب انه الترجي التونسي يهز التيتر الموسم هذا. الترجي صحيح انه برشا ناس يقولوا الترجي ماهيش قاعده تأدي بالشكل المطلوب، انه الترجي مازالت ما وصلتش للليفل اللي يحبه الجمهور، مازالت ما وصلتش للترجي للفرص اللي تجي يكمل كل نتاع الفرص مش تجيك 7 ولا 8 تمارك منهم 4 ولا 5، لكن بالخدمه. واكيد المدرب عرف توا الافكتيف اللي داير وعرف الملاعبيه الكل، اكيد باش يحسن وباش يطور، هذا مما لا شك فيه. خاطر نحسوا انه ريجي كامب قاعد يخدم في خدمه باهيه، خاصه كي توفى المقابله يلم الملاعبيه، شفناها في المقابله الثانيه على التوالي يلم الملاعبيه يحكي معاهم وبعديك كل واحد يمشي على روحه، حاجه باهيه برشا وحاجه ماهيش مألوفه في الدوري التونسي، لكن قاعدين نشوفوا فيها في الترجي التونسي مع المدرب الجديد. الترجي انتصر وواقعيته حتمت على شبيبة العمران انها تكتفي بالمناطق الدفاعية. الترجي ماشي يطلع في السيكل، ماشي بشوية بشوية بالخطوة بالخطوة كما الدروج اللي تطلعوا بالدرجة بالدرجة، ما تنجمش تطلع للسطح فرد مرة، لازمك تطلع بالدرجة بالدرجة. والشيء ذا قاعد ماشي في الترجي التونسي مع عودة المصابين، مع عودة يانساس اللي باش يخلق حلول جديدة في الترجي، مع عودة البليلي اللي خلى براسه في المقابله نتاع اليوم. كيف عندك حلول اخرى كما موكوينا، كما قوسين 10، كما زاد كوناتي اللي بالنسبه لي انا ملاعبي اكتشاف منتدب جديد من سان بيدرو، عطى برشا حلول لريجي كامب والوسط الترجي. ملاعبي يدخل ما يخافش يبينتري، عنده لي جيست تكنيك، عنده لي جيست انديفيدويال، يفسخ ملاعبي زوز، ملاعبي ما يخافش يهدو. شفناه برشا مرات في مقابله اليوم، عمل برشا محاولات وعمل برشا اتاك الترجي التونسي وبعديك نلقاو يفك الكره. هذه الحاجه اللي كانت ناقصه في الترجي، وسط ديناميك، وسط يتحرك، وسط فيف، وسط عنده نزعه دفاعيه كما النزعه الهجوميه، وهذه حاجه ما كانتش موجوده في الترجي الرياضي التونسي. نتقابلوا فيديو جديد وحلقه جديده، سلام.